السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. طبعا شايفين بقى الديكوريشن بتاع رمضان. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة البطاطس الشيبسي، بجد لو جربتوها تحفة. دلوقتي المطلوب مننا كيلو بطاطس، بصوا حمرا زي دي كده، عشان هي أحسن حاجة للشيبسي وما بتشربش زيت. برضو هنقشرها بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده بقى بقطعة الشيبسي او اي حاجه انتوا بتقطعوا بيها عندكم هنقطعها، بس يستحسن يعني قطعة الشيبسي هتكون احسن. بص انا عندي دي اللي بعمل بيها، بس حلوه جدا بجد، يعني بتطلعها بجد تحفه، ولا سميكه ولا رفيعه، بتطلعها كويسه يعني زي الشيبسي بالظبط كده. انا قطعت واحده زي ما انتوا شايفين كده، بصوا السمك بتاعها وتطلع بجد تحفه يعني كده. زي ما انتوا شايفين الكميه كلها قطعتها وغسلتها حلو جدا، وحطيت عليها ملح وخل. اللي مش عايز يحط خل براحته، برضو انا عايزه احط بس ملح براحته. دلوقتي بقى هنجيب زيت غزير وهنقلي فيه الشيبسي كده. جبنا الزيت زي ما انتوا شايفين ويكون غزير. بصوا بقى هننزل كده واحده واحده عشان مفيش حاجه تلزق طبعا. كده ونحاول نقلبها بالراحه كده عشان تستوي من الجنبين وتبقى مقرمشه. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، بصوا بدأت اهي تقرمش، بصوا طبعا مقرمشه خالص. نكون محضرين طبق وفيه ورق مطبخ عشان نطلع عليه كده. خلاص زي ما انتوا شايفين كده، نطلع بقى على ورق المطبخ كده. وكده زي ما انتوا شايفين الشيبسي طالع تحفه. بصوا صوته، بصوا كأن بجد جاي من بره. طبعا عند العطار بيبقى فيه توابل كده، أطعمة ممكن تجيبوا للولاد بقى. هوريكم برضو شكلها ايه. زي ما انتوا شايفين كده كده الأطعمة كده بالفراخ وكده بالكاتشب، اللي عايز بقى بالجبنة، اللي عايز بشطة والليمون ممكن تجيبوه برضو. طبعا انتوا عارفين طبعا في رمضان كل سنة طيبين، ممكن تعملوا بقى على عزومات، عازمين حد والاطفال بيحبوه جدا، بالهنا والشفا. وكده زي ما انتم شايفين حط الاطعمه كده بالجبنه، وبعدين نعمل قرمشه. بجد يا ريت تجربوه، طالع تحفه. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. كل سنه وانتم طيبين.